تخيل كاين كائن في البحر ما كيختارش فريسته، كل شيء بالنسبة ليه ممكن يكون وجبة. في أعماق المحيط كاين واحد من أخطر المفترسات، قرش النمر. تسمى بهذا الاسم بسبب الخطوط اللي في الجسم ديالو واللي كتشبه لنقوش النمر، ولكن ماشي الشكل اللي خطير بل السلوك ديالو. قرش النمر معروف بأنه ما كيرفض حتى حاجة، أسماء، سلاحف، حتى أشياء غريبة. تلقاو في المعدة ديالو حوايج ما كتخيلش بسبب أنه كياكل أي حاجة كيتلاقى بها. ولكن علاش كيدير هكا؟ حيت عنده واحد الحاسة قوية بزاف كتخليه يكتشف الفريسة حتى في المياه المظلمة، وحتى الأسنان ديالو حادة ومصممة باش تقطع أي حاجة بسهولة. ولكن المفاجأة، رغم الخطورة ديالو، قرش النمر ماشي ديما كيهاجم الإنسان. أغلب الهجمات كتكون بسبب الفضول ماشي الجوع، يعني كيجرب ويمكن يطلق الفريسة من بعد. ورغم أنه مفترس خطير، إلا أنه جزء مهم من توازن البيئة البحرية، حيث كينظم أعداد الكائنات الأخرى. وفي الأخير، قرش النمر مفترس بلا حدود، ولكن دوره ضروري في حماية توازن البحر.